الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أهل الوفاء. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتحدث اليوم عن الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك. اعمل ما شئت كما تدين تدان. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام علمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا من أصول الدين، وهو الطهارة والنظافة. فأخبرنا بأن الطهارة بمعناها الواسع، بمفهومها العميم، شطر، قسم عظيم من أقسام ديننا. فالله عز وجل أثنى على الأنصار لأنهم كانوا مشهورون بالطهارة، فقال في حقهم: فيها رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة من سورة المدثر. ثم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بهذا المبدأ العظيم في عقائدنا، في معاملاتنا، في تصرفاتنا مع العباد. النفع أيها الإخوة الكرام يون المبدأ، يون الأصل من أصول الدين إلزام ديس الشرع ربي سبحانه عز وجل. الأصل ذا الأصل من قار الطهارة، ذا الأصل من قار النظافة. ذي أول حاجة سيرتقي الإنسان
هي المرتبة الحيوانية، المرتبة الحيوانية الأدمية، المرتبة المورالية للملائكة ذو النظافة، ذو الاغتسال، الذي جعل العبد ما يكشف طاعة ربي عز وجل أدنى في الشرع يمارس النظافة، يمارس النظافة العقائدية، أي شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يمارس الطهارة الحسية الأعضاء نفس إلى قحم السيستي أن يتوضأ أن يغتسل، يمارس الطهارة المعنوية أن يصفو العلاقات نفس المعاملات نفس أفراد المجتمع. أي كما في الدناف أسميد يسار عمر بن الخطاب يوغنا ديك شمار الدين هذيك شمار الإسلام يميك عمر وثماس أسناو المصحف الشريف أشو سنا ناس لا يمسه إلا المطهرون. المصحف كيف تمسات يقال الزديقان يبغانا ديال الزديقان يقال السيزديقان ثم يروح يغال يغتسل يزيد يبيد أثر الماء تاع الماء تقيتران ديال الجوارح ناس سماك اللحية ناس أما من أنامل الأصابع تناولس المصحف يغراد الآيات الأولى من سورة طه ما أنزل عليك القرآن لتشقى. لذلك في النبي صلى الله عليه وسلم يعدد يباس يوم الإنسان ثائر الشعر بمعنى الشعر ينس وزين السكارة وزين الضفارة إلى سيدنا رسول الله أما وجد هذا ما يمسك به شعره. يقول النبي عليه السلام يقول الإنسان مسلم ولكن يقول فيركوز الشعر يتوضا يمينا وشمالا واستجارة يعود بيت النبي عليه السلام الناس من الصحابة وديوفار ودير سواء شراي مسك الشعر ينس سواء في السيستيك أثيربط أثينطف أسيدي في المنظر العالي. هذه الطهارة إخبار يديس النبي عليه السلام باللي ذي النصف من الإيمان. الطهور شطر الإيمان، الطهارة ذي النصف من الإيمان، لأن هذا الإيمان وغير الإنسان المؤمن كامل الإيمان إلى قد يسعى الطهارة ذي الجيتسيس، الطهارة ذي الكوانيس، الطهارة ذي الكوليس، الطهارة يسلكينس. ذلك أصبح قسمت أهل العلم معنى الطهارة عندك لاقات سينير خبرت أن الطهارة تنزوانوث هي طهارة القلب، طهارة تنزوانوث إلا قد سينير الطهارة بول أني نقول بنادم الزدين ميدي قال ربي عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بمعنى سليم العلل والأمراض. الطهارة تنزوانوث إلى قد سينير الطهارة العقيدة. العقيدة ربمذان إلى قد تعبد ربي سبحانه عز وجل يتسيدي خلقان زيد السلالات القيم لي فالور تواربات ديال المجتمعات هكا ثمغار تقرهما أمغار يقرهما أمزيان يتساول سودرنا كامل سفور تد العباد يسعى للقيم. القيم من العقيدة صالح العباد إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. صالح العباد العبد إلى قليل الزدين ثمطوط ما تفرض الدخان تفرض الزديقة تتوصل سو نحف سو عجار الجاس ما يشم تمديث أديوي ثقوبت
أستيني الزوجة ينس وكنت تسمي حرام موت السرس قضارة أشارنج سبوي لغيد الحرام أستيني خطر كنيا نسمار أنصبر في الجوع خلاص ولكن وزيارة الصغار أختصر الناس سيدي القيم هي المبادئ من الطهارة نبو الأول أدم العباد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا العباد إفلاحا مزرعنا في الشروف أدم غزالعة الشغار خطر السعادة العقيدة رب العالمين ما رفضن كيف تستنسن الكهراو العباد القرن الامين ربي عز وجل اهل يقبل سوى العباد اين من قرد دعوى السوء خاطر زران الطهاره الا دخل التداث الطهاره من العقيده الا دخل التداث ثمره فشو ثمره في الخير ثمر العبد هذه حذر العرض من الجارينس وتستبسادرا ثمر من رد السكران هذه الشمع داخل التداث المعنى ينس يرزع الحرمة النيف الحياة تشمليف يلا داخل التداث سلا الطهارة العقيدة ومن اسم لا إله إلا الله محمد رسول الله نغلب اسم قاري سودانا فلان تروسي بمعنى سبوط العباد التوفيق وازدقارة يرتد يبدل الدينيس أما الاستيقاظ الشيخ محمد الحسين الناس يسمعني يتعيشين الناس القبائل ثورة الطورنان أقلام ذا الرومان تسون تجدد الإنسان نعم هذه هي الطهارة الأولى طهارة العقيدة بمعناها الواسع بتحقيق شهادة التوحيد وما يضاهيها هذا هو النوع السين دير من قال الطهارة المعنوية طهارة المعنى تزدقاقية من العقيدة لا ترجي من سيد الأسياد النار الأجداد النار الأفعال الفراء لا أحد ينكر أن التويزة وتجمع والعمل التطوعي كانت لا تخلو منه أي قرية من القرى أو جماعة من الجماعات على مستوى أو عبر الوطن الإسلامي عبر العالم الإسلامي كامل ولاش وراي الكرام طهارة يدير من المعنى بنازل أتصدق على في الطهرونيس إزراء ربي تخلي صاد إزراء إلى الأسف لا دعوة السوء دعوة السوء يصدق باين نقارس دعوة السوء ولكن الأصل ينسي تعرف قرنس دعاوي السوء دعاوي السوء لا شوف ما تخلط الحاج والهرة أكدعون غشيش دعاوي السوء مثلا القرن وسخ مبريد نعطي القرص يتروح مرتلة ما تسنو ولا تستعرفنا وإذا ذلك كيما على ربي هذه العمي مولاني أكيد يربث الإحضار تسير دعاوي السوء إذا الطهارة يجب الأول ترجمة العلال بالأمس القريب الطهارة المعنوية التفضل أولى والزديد أبزديد أولى صار العباد تعيشين الحي تعيشين الثلاث تساوي مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العباد كامل دخلت الدرس هذا عندي صغار أمي والسبارة هذا عندي الشيخ أمي وخدم لك هذا عندي المقارن فدي والاستفسار أثيوث أثي الدم لأنك تدخل الدار باباك عمك يزيدوا لك يضربوك صافي يضرب في جارك ضرب فلان ما يضربوكش في البطن كي كثيرا في البطن أشو خدمان لا نفصل المعاني للتربية المعاني للخير المعاني لمحاربة الآفات الاجتماعية للأسف الشديد كل أسبوع إلى غياب النظافة والطهارة رانا نسمعوا الشباب يقتلون الشباب في مقتبل العمر يوم الجامع يصب خميس هذه يهضر السين
أتكسر المتذمات. نعم عندنا مذكر والدين أطلب الطهارة المعنوية زيد سميت درس دونيت إلا أمغار السوال العباد كامل السوال الخير أمر كان تيتناول العباد كامل الفقر الأموال نسد في خدمة الصالح العام أمزيان يتساوال العبد مش يطوع يقرأ العام يتساوال. نعم هذه هي المبادئ. شكون اللي ينكر بلي الزمان كي يجي الصيف لازم الشهر كامل تخدم فولونطاريا تدير فولونطاريا واش دير؟ تتساحر عيش تتساكويني قران باش كي تجي نار في الصيف ما تشعلش. كي يجي فصل الشتاء مع اكتوبر يديروا الناس دي فولونطاريا في تنفيق امتياز. هذا العمل ماشي عمال تاع البلد ديال برك اللي يخدموهم، الناس كامل كانت تعاون في الشهور. كي يجي فصل الصيف المادمال خدم العباد سينيوا الابار تاع الماء أصدي تظفر الانسان السلمان. ولكن الان نحن ايها الاخوه الكرام رانا في خطر دائم. احنا رانا نفسدوا لونفيرونمون. غابه كمثل حروزه مثال صغير تروح على 5 تاع العشيه تلقى واش تلقى في حروزه؟ تلقى الفسق الله يسترنا. وقس على ذلك لي جار تاعنا تلقى الشراب. واحد بلاه الشيطان يشرب الشراب لازم يكون شويه تاع السيفيزم. بلاك الشيطان ربي يهديك كي تشرب شد الساشي تاعك جيبو ديرو داخل لابوبال. واحد غابه كيما حروزه ما شاء الله سناتوري وراه يحداه الناس هول بناونا ثم مستشفى باش نداويو في السيرفيس تاع البنوموني في السيرفيس تاع امراض الصدر. حنا رانا ندرسوه والناس كامل ساكته. وراه هي الطهاره وراه هي ليفالور وراه هي المعاني. ما نروحوش بعيد نروحوها هبطوا دركا جار كيما هذا تاع 17 اكتوبر. الله 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 اكبر. جار تاع 17 اكتوبر يشربوا فيه الزطره ويشربوا فيه الشراب. وراه هي الطهاره المعنويه يا عباد الله. لا الشعب لا وسائل تاع اعلام لا حكومه منكر بدار كامل اعين الناس حتى واحد ما يهضر حتى واحد ما نساهموش في النظافه تاع المحيط تاعنا. وحنا رانا امه تاع الطهر امه تاع النظافه. القسم الاخير ايها الاخوه الكرام هو الطهاره الحسيه. الانسان المسلم يوم يفيد ربي عز وجل اللي يستيس البوليس اللي يحق المظاهر ولاش نحسد ولاش نحقد أتسمع من العباد أفيني معنى. الأمر الأخير اللي يستيس الإنسان إيمانيس اللي بسينس فيكلينس اللي يحترم الإنسان قوانين المرور. الله الله واش راه من الشباب مساكن ربي يرحمهم وربي يصبر مواليهم ديالهم يموتوا في الطريق من انت دبيت 10 تاع لي ساكسيدون. لا احترام قوانين المرور ولاش احترام السرعه الفائقه. الناس تسوق سكرانه. وراهي الطهاره في المجتمعات تاعنا. ولاش اين تسافر البردان اما يتخالف قوانين المرور. اين الفواجع يقدروا لك العائلات. اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم يا ارحم الراحمين. هذه الطهاره يمارس في الناس النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بزياده ما نهضروش على الناس اللي راه تلقاه رانا نرميو اليد الشي تاعنا في غير اوقاتها. الانسان يرمي في الطريق في الاوتوروت في الغابه قدام دارو تبذير تاع الماء تبذير تاع المياه. كل هذه المظاهر امرنا بها رب العالمين. الانسان يتمثل ونهضر ذكاء من تشخيص الامراض. اقلعكم الفلاح اقلعكم الخدمه الوجه النار اقلعكم تسمع وانا لا نسمك سيد غطى ربي قرن وذكر إن نفعت الذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نقاد الأمور هذه باش يلاقى مع والو خاطر تسند المراحل عند الأمور هذه كاملة أدوان ضطانا أدوان ذي العداوات أدوان
وإراقة سفك الدماء. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يشفي مرضانا. كي نسعدهم مرضى اللهم اشفهم يا رب العالمين. اللهم اشفهم يا ارحم الراحمين. اللهم اشفهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وافتح ابواب الخير والرحمات والبركات على كل سائل منا، انك نعم المولى ونعم النصير. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. والسلام عليكم ورحمه الله. Dia مرة هاي